بنتي حبيبتي عندها ذكريات جميلة حلوة مع الشخص اللي هي قررت تسيب، والولد عنده ذكريات حلوة مع البنت اللي هو قرر يسيب. وانت سبتي ليه؟ وانت سبت ليه؟ ولا حاجة. لما اسأل السؤال يا ابونا ده تعبني في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب ممكن حضرتك وحضرتك تطلع الاتنين قصاد بعض، طلعي المواقف الحلوة وطلعي المواقف اللي اتجرحت فيها واتكسرت فيها وعيطت فيها واتقهرت فيها واتأذيت فيها واتبهدلت فيها ودموعك. ليه تنسي ده وفاكره شويه لقاءات حلوه وشويه ليمون على شويه برتقال؟ ليه بتفتكري الالم؟ طب في الجواز الالم اللي بيستمر، اول لما تحس بوجع من القديم طلع الذكريات القديمه المؤلمه هتهبط. نمرة 2، أي علاقة قديمة، أي جدر إن لم ترويه سيضمر. طب الجدر ده مروهوش؟ مثلا عندي ذكريات صور، كل ما تقعد تتفرج على الصور القديمة أنت بتروي الجدر. لكن لما تسد كل المنافذ يبقى الجدر هيعمل إيه؟ هيجف بعد شوية، نشف خلاص، تبقى الذكريات جافة خلاص، خلص. إذن 1، تذكر المواقف المؤلمة ده يساعدك. 2، مرويش الجدور. 3، اشكر ربنا، اشكري ربنا ان ربنا وراك ملامح انك ما تكملش، وراكي ملامح انك ما تكمليش. اشكري ربنا ان الدنيا قفلت على كده، لان كان ايه اللي يجرى لو انا كملت؟